اهلا بيكم في تحدي جديد من سلسله تحديات بايثون 100 فيديو في 50 يوم ان شاء الله. المشروع اللي هنتكلم عنه النهارده هو برنامج بيحسب عمر المستخدم والايام اللي هو عاشها وكمان الساعات، بس الكلام ده مش هنعمله بالطريقه التقليديه، هنعمله بمكتبه اللي هي الديت تايم. تمام، خلينا نستورد المكتبه بتاعتنا كده. اول حاجه هنعمل فروم، اقول له من المكتبه دي انا مش عايز المكتبه كلها، ناخد بس كلاس من المكتبه ديت تايم انبوت ديت. تمام كويس، هبدا ان انا اخد من المستخدم بيرث ديت بتاعه، فهعمل متغير اسميه بيرث واقول له input enter your birth date، علما بان البيرث ديت لازم يكون بالشكل ده. تمام بالشكل ده كويس قوي، ونعمل ايه فاصله كده عشان تبقى الدنيا. بعد كده بايثون هي مش هتقراه، مش هتعرف تقراه، بايثون مش هتعرف تقرا النص ده. طب نبدا ان احنا نعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نخلي بالديت ده عن طريق الديت هخلي بايثون تعرف تقرا النص ده. فهنعمل متغير جديد، هعمل متغير جديد اسميه بيرث ديت مثلا، هبدا احط فيه الديت، هنادي على الكلاس اللي هو ديت دوت فروم ايه ايزو فورمات بالشكل ده، وابدا احط فيه الايه البيرث ده. هنعمل كمان متغير اسميه توداي، التوداي ده هيخزن الوقت الفعلي اللي هو النهارده بالشهر اللي احنا فيه بالسنه اللي احنا فيها. تمام، فهبدا ان انا اقول له ديت دوت توداي. تمام، وما انساش ان انا احط الاقواس بتاعت الميثود دي. كويس كويس، هبدا بقى ان انا اعمل ايج، هقول عندي الايج هاخد عمر المستخدم. اعمل عمر المستخدم ازاي؟ هتقول لي عن طريق ان انا اقول توداي يير ناقص بيرث ديت ايه يير. تمام، فاقول كده توداي دوت يير، هجيب منها السنه بس، هنقصها من ايه؟ هنقصها من البيرث ديت دوت يير. تمام، هقول لك بس استنى، هنا في مشكله. ايه المشكله هنا دلوقتي؟ هو هينقص لي لو انت مثلا 2005 ناقص 2026 ناقص 2005 هيطلع لك 20 سنه، لا هيطلع لك 21 سنه. طب انا دلوقتي انا ما كملتش لسه ال 21 سنه، انا لسه ما جبتش الشهر. فاذا عايزين نعمل ايه حته الشهر دي؟ ان انا في حته لو انا ما كملتش يبدا ان احنا ايه يجيب لي ينقص لي واحد، ولو انا كملت الشهر يجيب لي ايه يجيبه لي مظبوط. تمام هبدا ان انا انقص، مش هنقص واحد مباشر، هعمل ايه؟ هنادي على التوداي، فابدا ان انا اعمل كده توداي، هقول له دوت ايه دوت مانث، وكمان التوداي دوت داي. دول بقى لو كان الشهر اللي احنا فيه واليوم اللي احنا فيه كمان كانوا اصغر من مين؟ كانوا اصغر من البيرث دي دوت مانث، البيرث دي دوت داي، وكانوا اصغر كمان من اليوم من ايام. يبقى لو كان الشهر اللي احنا فيه واليوم اللي احنا فيه كانوا اصغر من الشهر اللي اتولدت فيه، فيبدا ايه ان هو يجيب له ترو، وترو ديت بقيمتها بواحد، فكده هينقص لك واحد. طب لو كان ايه؟ لو ما كانش اصغر هيجيب لك زيرو، اللي هو مش هتنقص حاجه اصلا. تمام، بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل الدايز، عدد الايام اجيبها عن طريق ايه؟ اعمل كده، هقول توداي دوت حاجه، ولا ما اقول توداي بس؟ اقول توداي كلها، التوداي كلها ناقص مين؟ ناقص البيرث ديت كلها. تمام ببدا ان انا اجيب كمان الاورز، هتقول لي الاورز اجيبها من ايكوال من ايه؟ من الدايز مضروبه في ال 24. تمام خلينا كده نطبع الكلام ده. خلينا بالاف سترينج نطبعها باف سترينج كده، اقول له ايج ايكوال واحط اقول له ايج برضه. تمام، تعالى بقى ننسخ الكود ده ونبدا ان احنا نحطه. هنغير الايدج دي نخليها دايز، وهنا برضو كمتغير اخليها دايز، هنا برضو الايدج دي خليها ايه اورز، وهنا برضو اخليها ايه هافرز. تعال نشغل نرن الكود كده. اما ترن الكود هتلاقي جايب لك عايز منك سنه الميلاد بتاعتك 2005، هكتبها بالشكل ده 2005 0803 بالشكل اللي انا كاتبها بايدي. تمام فاهم؟ جايب لي ايه الايدج بتاعك 20 سنه، داي جاب لي رقم كده وجاب لي جنبها دايز وجاب لي كمان رقم كده. تمام والاورز نفس الكلام، جاب لي برضو الارقام دي. طب الارقام دي ظهرت ليه؟ لان ده عباره عن اوبجكت كامل. تمام، طب انا عايز من الاوبجكت ده بس الرقم ده بس، اعمل ايه؟ هروح اقول له كده فوق عند الدايز، اقول له ايه دوت ايه عايز الدايز بس، فانا اقول له كده هات الايام بس، هات لي الرقم بس. تمام، لو جينا شغلنا كده الكود تاني هنحط القيمه اللي احنا كنا حاطينها، فاهم ايه اللي ايه حط لي الارقام بس. تمام والمشكله اتحل كويس. بس احنا ممكن ان احنا نفصل ما بين الارقام دي بكومه. تعالى هنا عند الدايز مثلا او الهاورز نعمل الاثنين، هنفصل ما بينهم بكومه، وعند دايز برضو نفصل ما بينهم. تمام بالشكل ده. نشغل نرن الكود تاني، هنحط نفس القيمه اللي احنا كنا حاطينها، فهيقول لي ايه 7572 وفي كومه اهيت 181728 وفي كومه. تمام، يبقى كده عملنا البرنامج بتاعنا، واشوفكم في محاضره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.